مساء الخير. مساء الخير. هو كويس احمد قال لك الموضوع. الحمد لله موضوع كويس، بس انا الحقيقه عشمان وعندي نيه خير ان احنا نخلص الموضوع. طبعا انا بمسي عليك وعلى احمد وطبعا مبروك على حاجات كتير عملها مع النادي وان هو نائب دلوقتي، لكن هو عارف القصه من الاول. انا قلت له الموضوع وهو كان قاعد، هو كابتن احمد سليمان لما قال لي 25% مش هنقدر ندفع اكتر من كده، ولو قال غير اللي انا بقوله كده احمد هو ما قالش غير كده. انا مش سامع. ممكن هو ما قالش غير كده، هو قال اللي حضرتك قلته. ممكن تعلي شويه. علي شويه، بس هو قال اللي حضرتك قلته يا كابتن عبد الواحد. ما انا بقول لك انا ما عنديش مشكله خالص في الموضوع ده. طيب. هو لما قعدت انا مع احمد اول مره قال لي ان الاستاذ مرتضى قال لك 25% وهو ده اللي عندي. وده كان الكلام مع احمد. وعلى فكره انا هقول لك حاجه، انا الفلوس اللي هي دي 4 سنين. خلي بالك انا الفلوس اللي اتحكمت لي يا سيف انا اتخصم مني تقريبا 2 مليون او 3 مليون كمان منهم على اساس ان انا بقى لي 4 سنين ولا 5 سنين. طب هل يا كابتن عبد الواحد احمد قال تقريبا ان انا باخد 6 مليون في السنه، ما حصلش كده. لا في اجمالي المستحقات لحضرتك، بس هل حضرتك دلوقتي ممكن نعمل مبادره؟ وانا اقترحت دلوقتي انا ما عنديش مشكله. ما هو احمد عارف ان انا ما عنديش مشكله، وصلنا لكذا مره انا قلت له يا احمد كذا 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 واتفقنا انا وهو مثلا حاجه معينه، قال لي لا الاستاذ مرتضى مش هيوافق. كلام قدامك اساله احمد. لا انا مش حابب انا بالنسبه لي انا مش رافض الحل الودي، بس هو ده اللي انا عايز اخلص من الموضوع ده اساسا، ان انا يعني الحمد لله مش عايز الموضوع يتطور اكتر من كده. هو ده اللي بس انا مش عايز ارقام ولا عايز تفاصيل، انا عايز ان مبادره. هو دلوقتي ما اقترحت على احمد وافق وقال لي اقعد مع كابتن عبد الواحد اي وقت. حضرتك هو دلوقتي عارف احمد المشكله ان هو المبادره زي ما قلنا من الاول. انت الكلام هيبقى فيه توافق ولا هو ده هو دي القصه؟ ما ان شاء الله هي دي القصه. ما ان شاء الله باذن الله يبقى فيه توافق. انا بقول لك حاجه يا سيف دلوقتي، انا بالنسبه لي في حكم سواء يتنفذ ده او يتنفذش ده قرار في اتحاد الكوره، دي مش مشكله بالنسبه لي انا. تمام. لكن انا خلاص انا الحكم موجود. بالعكس واحمد عارف ان انا كنت هاخد اقل من الفلوس دي بكتير. اللي اتحكم بيها هو عارف دلوقتي، هو قاعد قدامك. انا كنت راضي باقل من الفلوس دي بكتير يعني. تمام. هل دلوقتي حضرتك قلت لهم الدفع ما فيش مشكله ندفعهم براحتنا وما فيش مشاكل، والامور كانت هتبقى اسهل من كده بكتير يعني. لكن هي القصه ان هي ما اعرفش ايه اللي حصل. لا هو ده اللي عندنا وما فيش حاجه ثانيه، وانت كان الكلام قدامه وهو عارف كده كويس. انا بقول لك اهو قدامه، لو قال انا معاك اهو. هو قال نفس الكلام. لو طرحنا دلوقتي مبادره ان حضرتك تقعد عندك مشكله، هي دي انا ما عنديش مشكله، بس الامور تبقى زي ما قلت لك كده. لا بس الامور تبقى فيه وفاق. تمام. انا هحط كذا هو كذا، لا. تمام. الامور تبقى انت راضي بكذا انا راضي بكذا، خلاص الموضوع منتهي. تمام ماشي. مش هقدر اتكلم في مبالغ وكده، وانا عايز الموضوع بيني وبينك يخلص عشان الموضوع ده صداع كتير يعني. ان شاء الله باذن الله. هو اكبر من حجمه يعني. ان شاء الله باذن الله يخلص يا كابتن عبد الواحد. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كابتن عبد الواحد سيد نجم من نجوم نادي الزمالك، الراجل عنده استعداد ان الموضوع يخلص، هو قال زي ما انت قلت. قال احنا لما قعدنا في الاول قالوا هو 25% اللي موجود، بس الامور يعني يكون فيها مرونه. هو عنده استعداد يقعد وعنده استعداد يخلص. قال انا خدت حكم، ما اعرفش الحكم ده ممكن يتنفذ ولا ما يتنفذش، بس انا عندي استعداد. انا الموضوع طول قوي ومش عايز مشاكل مع نادي الزمالك. ايه عايزني ارد يعني؟ ما فيش رد. هو 25% قطع برضه. مش ممكن مثلا تقعدوا يزيدوا حته تمشي الامور؟ مش في ايدي يعني، مش في ايدي. لو انا اديت لعبد الواحد السيد كل الفلوس اللي هو طالبها هقفل نادي الزمالك واروح. يبقى مش هدي. انا عندي 15 20 لعيب بياخدوا 6 مليون جنيه دول السنه دي يعني. في ال 25% بتاعتهم 6 مليون جنيه. فانا هدفع للعيب واحد بس 6 مليون جنيه، هقفل النادي واروح يعني. مش مديونيات كتيره لعدد كبير من اللعيبه جدا جدا بشكل مش طبيعي يعني. يعني انا بصراحه مش فاهم موضوع يعني اللي عمل موضوع اجوجو ده. لعيب 8 مليون جنيه بدفعهم لغايه دلوقتي ولا 10 مليون جنيه، ومش انا ما شفتوش عن نفسي، حتى ما اعرفش اذا كان ده 10 مليون جنيه. 10 مليون جنيه بعد ما نزلناهم من 18 ل 10. هو لاعب انا مش فاكره اصلا. ارقام الحقيقه كبيره جدا يعني موضوع صعب جدا. هل لما بتقعد تفكر